اوعدكم بعد الفيديو ده انكم هتقدروا تحضروا احلى والذ واخف صينيه كنافه بالمانجا. طعمها فعلا في منتهى الخفه واللذاذه. هقول لكم على الذ ميكس للكريمه ممكن تعملوه، هتكون احلى من بتاعه المحلات بمراحل. وعلشان احضر طبقه الكنافه ببتدي ان انا افرد الكنافه بتاعتي في صينيه او صاج على طبقه كده بتكون مش سميكه، وابتدي ان انا ادخلها الفرن. بتاخد حوالي 10 دقائق جوه الفرن، بس خلي بالكم لانها بتاخد لون بسرعه جدا. وابتدي ان انا ادخلها على درجه حراره 180، ولما بتطلع بيكون ده شكلها. تقدروا تعملوا كده في الطاسه، لكن في الفرن بتكون اسهل. بعد كده علشان احضر طبقه الكريمه استخدمت ميكس لذيذ قوي من الباستري كريم والكريم شانتيه. ابتديت ان انا اضربهم مع بعض. تقدروا تستخدموا واحد بس، وهنا ده كان حوالي 50 جرام من الشوكولاته الخام. ابتديت ان انا اسيحهم واضيفها عليهم، طبعا اختياري كل ده. تقدروا تستخدموا كريم شانتيه بس او باستري كريم بس كله بيدي طعم تحفه جدا. بعد كده اخدت الكنافه بتاعتي، ابتديت ان انا اضيف عليها 3 معالق من السمنه البلدي، وابتديت ان انا اضيف معاها كمان معلقتين من السكر البودره او الشربات التقيل بتاع. وهنا احلى مرحله في الكنافه كلها، ببتدي ان انا اعمل لايرنج، بضيف طبقه خفيفه من الكريمه تحت، وبعد كده اضيف عليها الكنافه. واهم حاجه علشان اطعم الكنافه ببتدي ان انا اضيف عليها عصير مانجا، ممكن عصير مانجا فريش او عصير مانجا معلب. انا عملت ميكس بين الاثنين. واعمل بقى اللايرنج، اضيف طبقه الكنافه، بعد كده طبقه الكريمه، بعد كده قطع المانجا لو موجود قطع مانجا ممكن تضيفوها تحت وفوق، وهكذا. انا عملت طبقتين من كل حاجه. مهم قوي ان كل المكونات اللي احنا بنستخدمها تكون بارده. الكنافه بنسيبها تبرد خالص بحيث ان هي ما تدوبش طبقه الكريمه وتخليها تسيح. وطبعا ليكم حريه الاختيار ان انتوا تعملوا الطبقات ازاي. تقدروا تضيفوا الاول كريمه الاول كنافه، طبعا الموضوع ده راجع لكم. طبعا مش لازم خالص تستخدموا نفس التيب اللي انا استخدمتها علشان تعملوا طبقه الكريمه. تقدروا ان انتوا تفردوها خالص، بس انا حبيت ان انا اقدمها بشكل لذيذ تكون شكلها حلو لما اقدمها لضيوفي. بعد كده طبقه المانجا ابتدي ان انا اضيف عليها جيلي تلميع بحيث يحافظ على شكلها فريش. وحقيقي احلى واخف مليون مره من بتاعه المحلات. جربوها قولوا